فيها عمارة سكنية مشهورة في أمريكا اسمها ليسمان، من أقدم العماير هنا وسكانها مشاهير كتير، وبتتميز بسعرها المناسب للكل، والرخام والزينة الموجودة في الفنادق كلها على نسق رموز فنية غريبة محدش عارف معناها غير ليسمان اللي بنى العمارة، ولسه لحد دلوقتي بيتعمل لها تجديدات. بيهتم بيها الفن الوحيد اللي موجود هنا اسمه نيد. وصلت بنت للفندق اسمها ديزي، بتبص جنبها تلاقي صندوق ادوات غريب جنبها، ووصلت لغرفتها. ومشكلة العمارة دي ان الجدران بتاعتها خفيفة جدا وممكن تسمع الجيران بيتكلموا عادي والعكس صحيح. فجأة تلاقي ديزي ان الباب مفتوح وتحس بحركة حواليها، وفجأة سفاح غريب هجم عليها وخلص عليها. وبيظهر ستيف لسه معزل الليلة للعمارة دي، ومعاه مراته نيل اللي مش مرتاحة هنا لان المكان قديم جدا وبيسمعوا اصوات كتيرة. ويقول لها ستيف هتتعودي، عايزين نبدأ بداية جديدة بعد وفاة ابوكي من 3 شهور. وجالهم مدير الفندق الحالي شيس يرحب بيهم ويطلب منهم يحافظوا على الشقة الاثرية بتاعتهم واللي في نفس الوقت ايجارها قليل. وتجيلهم برضو جارتهم دورا وترحب بيهم وتعتذر لهم لو سمعوا منها اي صوت مش مناسب لانها بتحب تغني بصوت عالي. وبتظهر جوليا بنت وحيدة بتستخدم مواقع التعارف عشان تلاقي شاب ترتبط بيه. المشكلة ان فيه جارها الشاب بايرون اللي اخترق الكاميرا بتاعتها وبيراقبها وهي مش واخدة بالها. ونيل في الاسانسير تقابل الشخص الغريب اللي هو حبيب جارتها دورا، ويبصلها بغرابة وهي تمشي بسرعة. وبتدور على المغسلة تلاقي فن الصيانة نيد ومعاه ادوات غريبة، ويقول لها انا بس بصلح الشبابيك والمغسلة مش هنا، واوعي تيجي هنا تاني لامانك. وراحت المغسلة وقابلت راجل عجوز اسمه بيتر، ويقول لها المكان ده اتعمل سنة 1920، انا فيه بقى من سنة 1940 وحضرت اخر ايام ليسمان اللي انشأ العمارة دي، وللاسف هو اختفى في ظروف غامضة، وكمان مراته الحامل معاه. ويقول لها مش هعرف احكيلك اكتر لان الحيطان ليها ودان، بس اهم حاجة اي شيء تسمعيه غريب ما تركزيش فيه. ما تفهمش نيل من كلامه حاجة ويسيبها ويمشي. جوليا بترجع للفندق وتسلم على موظف الاستقبال لويس بعد ما خلصت جري الصبح، وبتعمل كده كل يوم عشان تخس شوية. وفجأة تلاقي الاسانسير بيعلق ويقعد يقفل ويفتح لوحده، وفجأة تلاقي ند الفني في وشها. هو معجب بيها بس هي لأ، ويقول لها على فكرة انت جميلة زي ما انت مش محتاجة تخسي، بس هي مش مهتمة بيه برضه وتمشي. سمعت نيل صوت معركة قوية بين جارتها دورا وحبيبها الغريب، فكلمت الشرطة. واصلا الشقة دي مش شقة دورا، هي شقة الممثل جوزيف، ومعاه مدير العمارة شيس. صوتهم عالي لانهم بيقرأوا بيمثلوا مشهد درامي عادي. وافتكرت نيل انها معركة بسبب الجدران الخفيفة اللي بتنقل لها كل الاصوات العالية. وبالليل تحكي لجوزها ستيف على الموقف الغريب ويقعدوا يضحكوا، بس لازم يعملوا عوازل للصوت هنا ضروري جدا. وهي بتنظف الصبح تلاقي ثقب غريب في الجدران، وتلاقي صندوق فضي غريب، ولما تفتحه تلاقي فيه سنان بشرية غريبة شكلها قديمة جدا ومش عارفين ليه مدفونة في الشقة بتاعتهم. ولما راحوا لمدير الفندق شيس يقول لهم شكل الناس زمان كانوا فاكرين ان جنية الاسنان عايشة في الجدران ولا حاجة، بس يقول نيد اكيد الناس استخدموها في السحر الاسود. ولكن شيس يطمنهم ويقول لهم بقول لكم ايه، انتم بتشتكوا كتير قوي، ولو عايزين تمشوا من هنا هتمشوا وهتخسروا فلوس التأمين اللي انتم دفعتوها. نصيحتي ليكم تأقلموا على الوضع هنا ومفيش قدامكم حل تاني. ونيد معاه الاسنان ولقى سنة فيها دهب، فيروح يحاول ياخد منها الدهب ويقدمه لجوليا حبيبته. ويتصدم لما يلاقي جوليا اللي هو بيحبها لقت شاب على موقع التعارف وبتخرج معاه. حس نيد بحزن شديد وخيانة، ومحدش هيحبه لانه للاسف مجرد فن صيانة وبس، ومعهوش ولا الفلوس ولا الجمال زي الناس دي. ونيل في شقتها تصحى من نومها فجأة على صوت الغنى القبيح بتاع جارتها دورا، والسفاح جالها لانه كمان صدع من صوتها القبيح شكله. وفجأة جاب مسدس مسامير وخلص عليها، وحست نيل بصوت صراخها وبلغت الشرطة من تاني. الشرطة شكه ان نيل بتكبر المواضيع على الفاضي، بس تقول لهم هي كانت بتتخانق مع حبيبها اللي شكله مجرم كتير جدا، اكيد هو بيعذبها جوه. فتحوا الباب وما لقوش حد خالص، وينادوا ومفيش رد من دورة برضه، والشرطة ما دورتش كويس ويخرجوا بسرعة ويقولوا لنيل ما تكلميناش من تاني. المشكلة ان السفاح معلق دورة في السقف وهم مش واخدين
واخدين بالهم. الصبح تقابل نيل حبيب جارتها دورا وتسأله عنها، يقول لها هي كانت بتخني كتير، اكيد هي هربت لانها مدمنة، انا همشي من هنا ومش راجع تاني. وتروح نيل تخفف عن توترها وتلعب رياضة مع جوليا، وتفاهموا مع بعض لانهم لابسين كوتشي واحد زي بعض. وبكرة تعزمها جوليا على جري الساعة 8 الصبح. الشاب الفاسد بارون بيراقب جوليا في الكاميرا، امه قفشته وعاقبته ومسحت كل حاجة سجلها لجوليا بدون علمها. وجوليا في غرفتها تحس بحركة غريبة وتيجي تكلم الشرطة، تلاقي التليفون فاصل وتلاقي فجأة الباب اتفتح لوحده والسفاح جالها بالمنشار وخلص عليها. والصبح نيل مستنياها عشان يجروا، بس لقيتها اتأخرت جدا، فتروح تسأل موظف الاستقبال لويس عنها، يقول لها انه ما شافهاش. وتطلع شقتها تدور ما تلاقيش حاجة، ويلاقوا نيد الفني بيقول لهم هي عربيتها في الجراج لسه، فاكيد هي هنا. وسمعت نيل من ام بارون انه كان بيسجل جوليا بدون علمها، فتروح تطلب منه تشوف التسجيلات عشان تعرف جوليا حصل لها ايه. فيقول لها بايرون مش هينفع لان امه خلاص مسحت كل حاجة. مش عارفة نيل تعمل ايه، وتكتب رسالة لجوليا وتنزلها لها من تحت الباب يمكن تستجيب ليها. وتلاقي العجوز بيتر قدامها بيقول لها عشان تلاقي صاحبتك خدي المجلة دي ودوري فيها كويس وهتلاقيها، اهم حاجة ما تخليش حد يسمعك. ولقت نيل في المجلة ان بيتر بيقول لها انها لازم تلاقي الغرفة رقم 504. المشكلة ان نيل لما راحت تدور في العمارة كلها ما لقتش الغرفة دي خالص، لقت 506 و505 بس 504 لأ، المفروض تبقى في وسطهم. فراحت تسأل شيس المدير، فيقول لها ليسمان زمان ما كانش بيحب رقم 4، عشان كده ما فيش اي رقم غرفة هنا فيه رقم 4 اصلا. والشك زاد عند نيل، وراحت نيل لمكتبة المعلومات بتاعة المدينة وتلاقي الموظف بيقول لها ليسمان زمان كان فيه اشاعة بتقول انه كان منضم لجماعة سحرية مكونة من 4 افراد، بس هو انكر الكلام ده عشان سمعة العمارة لا تتدمر. ليسمان زمان مع الجماعة دول كان بيسعى لدمج العلم مع السحر في إحياء الموتى، حتى اختفاء ليسمان من زمان مجهول، ولا حتى ليه جثة، حتى مراته ما لقوهاش، وكل جماعة السحر اختفوا كمان. اعتقد ان العمارة دي كلها عبارة عن مكان مركزي سحري لليسمان وجماعته، والناس اللي بتختفي اكيد محبوسة في المكان ده. مستغربة نيل من الكلام وتروح تدرس الرسومات اللي شيس المدير بيقول انها مجرد خزرفة، لا دي رسومات سحرية مسيطرة على المكان كله. وراحت تتبعها وترسمها كلها على ايدها املا انها تكتشف السر المظلم للعمارة السكنية بتاعت ليسمان وجماعته السحرية وسر اختفاء البشر هنا. تتبعت كل الرسومات السحرية لحد ما نجحت تتسلل للسطح بتاع العمارة وتلاقي كرسي غريب بيتحرك الناحية التانية، فتروح عليه وتلاقي رسمة غريبة هي الوحيدة اللي مش مرسومة في العمارة غير مرة واحدة وبس. وتلاقي مدخل وتنزله، وبيكون بايرون عمل استرجاع للفيديوهات بتاعت جوليا اللي امه مسحتها، واكتشف هجوم السفاح على جوليا. ونزلت نيل تستكشف في المكان ورائحة الموت منتشرة فيه، وجري بايرون بسرعة لغرفة نيل ويقول لها انت كلامك صح، بس ما لقاهاش. ولقى جوزها ستيف لسه راجع من الشغل، ولما عرف بخصوص جريمة قتل جوليا على ايد السفاح قرر يروح مع بايرون بسرعة يحاولوا ينقذوها من السفاح ويقولوا لكل الامن. ولقت نيل مدخل غريب في المكان والعديد من الجثث والهياكل الجديدة والقديمة لكل الضحايا اللي السفاح كان بيقتلهم وبيخفيهم هنا على مدار السنين اللي فاتت كلها. ونيد اللي شاكين فيه طلع بريء وغلبان وهو بيمارس شغله الفني، يلاقي السفاح جاله بالمنشار وخلص عليه كمان زي حبيبته جوليا. ونيل بتحاول تهرب من المكان من نفس الطريق اللي نزلت له، تلاقي السفاح بدون قناع المرة دي ووشه غريب جدا اكنه مش بشري، وعمال بيصرخ لانه بياكل لحوم البشر وبيشرب دمهم وبيحس بالضعف لو ما شربش الدم او حتى كل اعضاء البشر انه ياكلها. وراح ستيف والباقيين يدوروا على نيل ولقوا مدخل سري في الجدران، ويأمروا الشاب بايرون يروح يبلغ الشرطة بسرعة تحصلهم وهم هيدخلوا الاول. دخلوا اكتشفوا كل الهياكل والجثث اللي شافتها نيل ومصدومين ومحدش فيهم مصدق. وهم طالعين على السلم السفاح وهم مش واخدين بالهم خطف موظف الاستقبال لويس ويخلص عليه بالمادة الحارقة، وسمعوا صراخه وما قدروش ينقذوه. وهم ماشيين يلاقوا نيل ويروح ستيف يطمنها، وفجأة السفاح ظهر وهجم على مدير العمارة شيس وخلص عليه. هرب ستيف ونيل واستخبوا في قبو غريب، وفجأة
السفاح جالهم وهيدور على طريقة يدخل لهم منها ويلاقوا في القبو المزيد من الضحايا. على مدار كل السنين اللي ماتت السفاح ده كان بيقتل في الناس وبيخبي الجثث بتاعتهم هنا. وفجأة يلاقوا العجوز بيتر كمان ويقول لهم ليسمان زمان مراته كانت حامل، بس للأسف الجنين انتهى جواها، فخدوا ليسمان من بطنها بعد ما قتلها وعمل عليه طقوس سحرية غريبة واستخدم فيها لحوم البشر ودمهم كمان عشان يحيي الجنين ده في هيئة سحرية دموية سفاح. عشان كده السفاح شكله مش بشري. الحل الوحيد للقضاء على السفاح ده من وجهة نظري هو تدمير العمارة كلها. وفجأة السفاح ظهر وخلص على بيتر العجوز وضرب ستيف وخطف نيل وهيروح يقتلها لانها حاولت تكشف السر بتاعه. بس فجأة جوزها ستيف ظهر ويقعد يضرب في السفاح، وعشان يتأكد انه مات نهائيا وقع عليه الدولاب الحديدي عشان يتأكد من موته بنسبة 100%. والشرطة جت والإسعاف هينقل ستيف لعلاج إصاباته بعد الليلة المرعبة دي. وراحت نيل تلم كل هدومهم عشان يمشوا من هنا بسرعة. وللأسف السفاح من الصعب انه يموت، جالها وعايز ينتقم وجاب الشاكوش عشان يخلص عليها، بس لاحظ الرسومات السحرية اللي رسمتها على ايدها وبالتالي مش هيقدر يخلص عليها لان الرسومات دي هي اللي كانت السبب في احيائه مرة تانية ومقدسة بالنسبة له. وتلاحظ نيل عينه الحمراء. وفجأة الشرطة جت من صوت الحطام وضربوا السفاح بالنار كتير ووقعوه من الشباك املا انه كده مات خلاص. ولما راحوا يتحققوا لقوا ان جثة السفاح برضه مش موجودة وهو لسه حي وهينتقم من الكل. والسفاح لا يموت. لسه قصته ما خلصتش. سفاح الفنادق الساحر المشوه اكل لحوم البشر لسه ليه جزء تاني. لمزيد من افلام السفاحين هسيب لك قائمة تشغيل ليهم في الوصف فيها اكتر من 100 فيلم سفاح تحت الفيديو.